السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى في اللوحة الفنية دي؟ بصوا والله هما دول كانوا اتنين، وده الخبز العربي. هوريكم طريقة أكلتين النهاردة. فراخ شامورتي كده جميلة جايالي من الفلاحين، لازم تتحشي في فريك ما تتسبش. بس اللي لحقت اصورها لكم بصراحة واحدة، التانية طارت. بالهنا والشفا على اللي كلها. هنا بقى هنجهز الفريك. انا عملت ايه؟ حطيت الفريك، خدت مع كوباية ونص فريك، حطيتهم عليهم مية مغلية وسبتهم يتنقعوا نص ساعة. نزلت ببصلتين كبار ومعاهم معلقة سمنة بلدي كده حلوة. هنفضل نقلب في البصل لحد ما ياخد لون جلد خفيف قوي، مش اللي هو الجلد الصريح. وبعد كده هننزل بقى، هنبقى شطفنا الفريك طبعا وغسلناه غسلة حلوة من المية السخنة، وننزل بيه على البصلة. يلا بقى قلبي يا شوشو، ايوه. نقلب كده وهننزل بقى بتوابلنا. مش هوصيكوا بقى، الحاجات دي بتحب التحبيشة الحلوة. هنحط بلحية جوز الطيب نبشرها، وهنحط فلفل اسمر وبهارات فراخ. وايه تاني حطيت توم باودر. وطبعا البهارات بتاعتي اللي انتوا عارفينها، اللي عرفني وشاف كام فيديو هيعرفها. ايوه البهارات بتاعتي دي حبيبتي. حطيناها وهنظبط ملحنا، وهحط مكعبين ماجي، لان انا مش هسلق الفراخ، انا هعملها في الكيس الحراري. فحطيت مكعبين الماجي يطعموا الفريك. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي وانا واقفة بقلب، تحفة. هنقلب بقى كويس. هنكون برضو غاليين مية في الكتل. احنا حطينا كوباية ونص فريك، هناخد كوباية مية واحدة مغلية. بصوا بقى التركاية بتاعتي دي، انا بحب لونها محمر كده شوية. فحطيت معلقة ونص صغيرة، معلقة صغيرة معجون طماطم. ونقلبها تقليبة حلوة كده عشان تدينا لون جميل كده. وهننزل بقى بكوباية مية مغلية. بصوا كوباية واحدة على الكوباية ونص فريك، وهتغلي غلوتين كده ونهدي النار لحد ما تتشرب المية. احنا كده سويناه نص تسوية، علشان هيتسوى النص التاني في قلب الفراخ في الكيس الحراري. او هقلبه تقليبتين كده. هنقلبه كام تقليبة كده بقى ونهدي النار عليه. كده بدأ بقى يتشرب خالص، ووطيت النار. اهو لازم ايديكي تبقى فيه كده وتقلبيه كويس، عشان الفريك غير الرز. والحشوة دي كمان على فكرة تنفع للحمام. انا بعمل نفس الطريقة دي للحمام اللي بالفريك. يعني هتعملي حمام نفس الموضوع. هنا بقى خلاص اتشربت، وطيت عليها واتشربت. حطيتها هنا في صينية اما بردت خالص. بصوا اتشربت خالص ازاي. فراخنا طبعا الجميلة، احنا عاملين فيها ايه غسلينها كويس، ودعكنها بطحينة بره وجوه، وعصرين عليها كام ليمونة كده، دعكنها بقشرها فيها، وشاطفينها كويس. انا بعملها كده، ما بعملش محلول ولا الكلام اللي بيتعمل ده خالص. تمام كده. هنحشيها بقى، ومش هنملاها قوي، عشان الحاجات دي اما بتستوي هي بتنفش شوية كده وبتزيد. فهنحشي الحشو المعقول. يلا بقى حضرتك اتكتفي كده، ايوه. يا ريت ما تتعبنيش، يا ريت، ايوه. والله مع انها بصوا عذبتني لحد ما اتكتفت. يلا يا ماما، يلا حبيبتي. لو لسه اول مرة تشوفيني اعملي لي لايك وفعلي الجرس علشان يوصل لأكبر عدد، لأن القناة لسه جديدة. هنبدأ بقى من فوق كده نحشيها برضو. عاوزة أقول لكم قعد في الفرن بالظبط في الكيس الحراري نص ساعة. ما تسيبوهوش أكتر من كده، علشان الفراخ الشامورتي الصغيرة ما بتستحملش سوا.
تمام. الفراخ دي كانت اللي فيه واحدة كيلو و100 جرام تقريبا، وواحدة كيلو 200 جرام، فصغيرين عقبال ما بيتنضفوا من الريش والكلام ده، وما بيبقاش ما بيكملوش الكيلو يعني. بس مش عارفة الكاميرا مكبراهم كده ونافخة في صورتهم شوية. هنا بقى هنعمل 4 5 فتحات كده في الكيس، حطيناهم في قلب صاج، وانا حطاهم كل واحدة في كيس لوحدها عشان انا عاوزاهم ما يتخبطوش في بعض، الجلد بتاعهم ما يتجلطش والكلام ده. وهنزل بقى بمية سخنة في قلب الصاج بتاعي، وفرننا هنكون مسخنينه كويس جدا. سيبناهم بقى نص ساعة. هنا بقى استووا وطلعوا، فتحناهم من الكيس. هنعمل ايه؟ معلقة سمنة على معلقة صلصة، تمام كده، وشوية فلفل أسمر وملح وتوم بودر فقط لا غير. أو هنا هنحط الفلفل الأسمر والتوم البودر وشوية ملح، وهنقلبهم كويس، ونجيب فرشتنا اللطيفة ونمسك الفراخ بقى، ندعكها كويس جدا بالموضوع ده، ونحطها في الشواية. انا مش بقليها في سمن في الطاسة او زيت، انا بدهنها بس الطبقة الخارجية كده واحطها في الشواية. تمام كده. ايوه تعالوا يا حبايبي، نمسكهم بقى ندهنهم دهنة محترمة. يلا يلا يا شوشو، بسرعة بسرعة لو سمحتي. عاوزة اقول لكم طعمهم طلع قمر بجد، طعمهم تحفة. بصوا بقى، احنا بندهن الوش ده وبندخل في الشواية، بياخدوا الجنب ده بياخد اللون، وبعد كده بنمسكهم بالمسكة بتاعت اللي بنمسك بيها في الشوي والكلام ده، ونقلبهم على الناحية التانية، ونكمل دهان برضو الظهر كله، وياخد برضو لون في الشواية. يعني بنعملها على مرحلتين كده. هنا دهناهم اهو دهنة بذمة. انا عاوزة اقول لكم الخلطة اللي احنا عاملينها دي بتدي سواء الفراخ دي انا بعملها كده، احيانا بعمل البط والوز بنفس الطريقة. هنا بقى بصوا، طلعت قمر قمر قمر. شايفين الزينة اللي انا عاملاها واللوحة الفنية. بصوا بقى، لو ما شفتوش الفيديو بتاع الليمون المخلل ده، الليمون السريع بتاعي، بصوا بقى زبدة حرفيا، ده السريع. انما اللي هو المتخلل البطيء انا شايلاه رمضان إن احيانا ربنا. لو ما شفتوش الفيديو ده انزلوا شوفوه، بتاع الليمون السريع. كده بقى خلصنا الفراخ، ندخل بقى على العيش العربي، الخبز العربي. هنجيب العجانة بتاعتنا المحترمة، وننزل فيها بكوباية لبن فترة كده دافية، ومعاها ايه يا شيماء؟ ومعاها نص كوباية سميد اللي هو بنعمل بيه البسبوسة الناعم، بس دقيق سميد. وكيس ده ايه يا شيماء؟ ده خميرة كيس خميرة. وهنحط معلقة سكر ومعلقة بيكنج باودر، تمام كده. وهنبدأ نضرب الخليط ده بقى كويس مع بعضه. انا عاوزة اقول لكم الخبز ده طلع طعمه تحفة تحفة تحفة. انا كلته مرة من فترة كبيرة عند واحدة صاحبتي مش مصرية، خليجية، وسألتها على الطريقة. انا اول مرة على فكرة بعمله معاكم. سألتها على الطريقة ما عجبني، فراحت شرحتها لي كده شرح بسيط. قالت لي بيتعمل قد كده وقد كده، المقادير يعني ايه دي اللي انا فاكراها، دي المقادير اللي هي قالت لي عليها. هي قالت لي على المقادير دي مضاعفة، بس انا عملت ايه؟ قلت اجرب في يعني تبقى اقل خسائر. هجرب في حاجة بسيطة. هي كانت مدياني مقدار كوباية سميد و4 كوبايات دقيق، فانا عملت نص كوباية سميد على كوبايتين دقيق، فمن باب التجربة يعني اجرب. هنا بقى لازم يتخلطوا كويس جدا،
انا مبطئه العجان عشان ايه المكونات كلها ايه تتجانس كده. بدأت اسرع فيه شويه علشان انزل بالدقيق. هو المفروض في الشرح اللي هي كانت شرحهولي ان انا اريحه 10 دقايق، بس انا بصراحه ما ريحتش. انا باخد الموضوع جد فبشتغل على طول. فقلت ايه، احط الدقيق على طول. هنا سرعت بقى كده، ابتدى ايه يتخلط خالص دقيق السميد ما يبانش. وعلى فكرة دقيق السميد ده انا جايباه ناعم، اللي هو الكياس، مش كياس البسبوسة، كياس دقيق السميد العادي. هنا هننزل بقى بكوبايتين دقيق، وسكينة الاستلاح بتاع العجان ده ما عجبنيش بصراحة في العجن، ففصلته وغيرته. يعني ما حسيتوش وهو بيعجن، شلته وحطيت التاني اللي هو زي الهلب كده ده. بس هي دي مقاديرنا، ما بيتحطش اكتر من المكونات دي فيه. ده ما بيتحطش معاه سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. هو ابسط ما يكون وطعمه تحفة تحفة بجد. هنا بقى عجناه وحطيناه خمر، قعد حوالي عشان الجو سقع شوية، قعد حوالي ساعة الا ربع. اهي بصوا العجينة خمرت كويس جدا معايا. هطلعها بقى، فضي الهواء اللي فيها خالص. هنا بقى هنبدأ نشكلهم. وحصل معايا مشكلة كده وانا بخبزه، فايه هشرحها لكم. هي كانت قايلالي بيتخبز في الطاسة تمام كده. ف... فانا قلت عادي بقى، الدنيا سهلة، هسخن الطاسة واحطه كده. قالت لي بتقلبيه، بتحطيه وتقلبيه يمين وشمال كده. فعملت، جربت في اول رغيف، بدأ يعلى معايا. وبعد كده لقيته برضو بيتسكع كده مني، بيستوي بس مش اللي هو بيتنفخ كده من النص ويعلى. انا بخبز عيش عادي، فمش بعمل العيش الشامي وبعمل كذا نوع عيش، فبينفش معايا ويعلى. فده مش عارفة الدنيا فيها ايه. جربت رغيف والتاني يعني ما جازفتش باكتر من كده، او لقيتهم لا اتسكعوا مني في الطاسة. فقلت لا بقى، انا ايه مش هضحي بقية العجينة. انا عاملة عينة بس مش هضحي. غطيتهم ورحت مشغلة الفرن زي ما انتوا شايفين كده. ورحت مسخنة الفرن قوي ورحت مدخلاهم. طلع المنظر القمر ده. قلت لازم اصوره لكم تشوفوه. يعني انا هوريكم برضو الصدمة اللي انا اتصدمتها في الطاسة. انا لازم اوريكم، انا لازم اكون صريحة معاكم. بس كده دول اللي انقذناهم. في رغيفين ايه اتدمروا مني. هنا بقى بشرح لكم، بقول لكم اوعوا تغلطوا غلطتي. دول الاربع ترغيفة اللي انقذتهم في الفرن. وهوريكم بقى شكل الرغيفين اللي عملتهم في الطاسة. استووا كل حاجة بس مسكوعين من جوه. بصوا المنظر. بس صدقوني مش هسيبهم، هاكلهم برضو. هما مستويين بس بصوا المنظر ده بقى. وما خدوش في الفرن على فكرة 10 دقايق، ما كملوش ال10 دقايق. بصوا، وبصوا عامل ازاي طعمه يا جماعة. تحفة 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 لفطار او عشاء. طعمه بجد غير. عاوزة اقول لكم دقيق السميد مع الدقيق التاني مخلي مدخل حاجة كده تحفة. هنا بقى بعمل لكم عرض ازياء. عرض للاكل اللي انا عملته. الفرخة الأمورة اللي أنا أنقذتها، بقول لكم اللي لحقتها يعني من اللي اتاكلت. اهي. والليمون يا جماعة، الليمون بصوا قمر قمر قمر، لازم تعملوه لازم. ما فيش سفرة من غير الليمون المعصفر ده يا جماعة. أرجوكوا جربوا الليمون ده واعملوه تحفة. وغير اللي بنشتريه من بره خالص. انا ما بيخلص عندي وبجيب من بره ما بعرفش اكل ولا استطعمه اصلا. هنا اهو ادي بقى. يلا بقى نخش على عيش العربي القمر. شايفين لوحة فنية. اتمنى تجربوا الوصفات دي، وبالهنا والشفا على قلوبكم ان شاء الله.